وان مان ماركتنج ديبارتمنت. دارين بتلاقيه متسوح، مش عارفه الاقي جرافيك ديزاينر يعمل لي حاجه، مش لاقي فوتوغرافر يعمل لي حاجه، دارين تستبن يعملها اللي هو اميزنجلي. انت ريسنتلي بدات تطلع على السوشيال ميديا انت ودارين، فعايز اعرف اصلا الموضوع بدا ازاي. فكنت بقول لها يا بنتي انت دلوقتي عماله بتعملي الكلام ده كله لشركات وبراندز، ما تعمليه لنفسك. شايف ان الفيزيكال ستوريز مهمه ولا شايف ان لا والله الاونلاين كانت كفايه يعني؟ فبتقولي ازاي؟ بقول لها عادي هتقلبي الكاميرا. في ناس كتير بتقول لك لا ما تشاركش اهلك او صحابك. انا بقول ان انت اصلا ما ينفعش تشارك غير اهلك. قبل ما نبدا الابيسود عايزه افكركم ان احنا بنصور من كاملايزر سبيسز، وده برانش جديد لسه فاتح في زايد. بدأنا نشوف حد لذيذ قوي طلع على السوشيال ميديا، واكتشفنا كمان ان هو هيز ان انتربرينور. معايا حسين علوي فاوندر اوف هاكسل. ازيك يا حسين؟ شكرا جدا والله. انا الحمد لله يعني متشكر جدا ان انا انتربرينور وان انا لذيذ. ده شرف ليا. انت انتربرينور فعلا. ما بحسش ان انا انتربرينور. لذيذ ممكن بس انتربرينور. هي كانت مفاجاه للناس كلها. انا اتفاجئت نفسي اصلا. طب احكي لنا بقى، يعني ليتس كده تيك ستيب باك. انا عارفه انك متخرج من ايكونومكس اي يو سي. تعال بقى نتكلم بعد الجامعه كده عملت ايه لحد ما وصلنا لهاكسل. ماشي. هو اصلا فكره هاكسل بدات وانا في الجامعه بالطريقه التقليديه بتاع اي حد فتح لوكال براند راح يشتري حاجه قال لك غاليه موت اكيد ممكن اعملها في مصر. فدي كانت الفكره اللي عندي، وكان عندي الفكره دي مثلا في بتاع 12 حاجه يعني، في اقلام، في شنط، في مش عارف ايه. اللي مسكت معايا ان انا مره رحت اشتري شورت وحسيت له ايه ده، انا اكيد ممكن اعمل شورت، دي اسهل حاجه تتعمل. وبعدين زي اي كل فكره بتطلع بيها في الجامعه وبتحكيها لاصحابك بالليل على القهوه، وبعد كده تعملوا بزنس بلان ونقول ان احنا هنعمل 100 مليون كمان نفسك. بعدين نسيت البزنس كومبليتلي. بس وبعد كده ما اتخرجت كان عندي فقره كده لذيذه جدا يعني بروبلي عمري ما هنساها، ان هما ال3 شهور بعد الجامعه انت بتدور فيهم على شغل وبتبقى مبسوط جدا فيهم عشان بتخرج كل يوم، بتنزل كل يوم، وابوك يقول لك انت دورت على شغل، قول عندي انترفيو الاسبوع الجاي وانت ما فيش اصلا، ما فتحت ما عملتش اكونت لينكدين يعني وبتاع. ففي الفتره دي كان في واحد صاحبي من المدرسه، ماي بيست فريند يعني من المدرسه، كنا بننزل نقعد مع بعض. ففي مره وهو قاعد معايا قال لي انا بفكر افتح مصنع جينز. قلت له بجد؟ انا بفكر افتح سبورتس وير براند. بس وبعد كده اليوم اللي بعدها اتفقنا ننزل لوحدنا مع بعض، وقررت ان انا اشاركه في مصنع الجينز وهو شاركني في مصنع يعني في براند السبورتس وير. اوكي. ودي كانت البدايه. ابتدينا بقى ننزل مع بعض كل يوم. ودي كانت البدايه بتاعتنا يعني. والجينز بدا ولا بس بدا احنا عندنا مصنع وعندنا براند سبورتس وير. اوكي. بس انت بدات ده قبل ما تشتغل اصلا في الكوربريت؟ ما هو انا بدات قبل ما اشتغل في الكوربريت. في الفتره بقى وانا ببدا اشتغلت في كوربريت. اوكي. والبراند اصلا بدا بعدها بسنتين يعني البروسيس خدنا سنتين عشان نفتح. اوكي. عشان احنا كنا ميح يعني لا نفقه شيء في اي حاجه يعني. هحكي لك يعني اكيد يعني بس انا طيب عايزه اسالك على حاجه. انت اخر حاجه اخر كوربريت اشتغلت فيها كانت نسلي. اوكي. فعايز اعرف، وبعدين فجاه قررت ان انت خلاص انت هتسيب نسلي هتنط بقى وتركز كومبليتلي على هاكسل. هو مش فجاه. انا برضو الكوربريت لايف بتاعي كان ستيجز يعني. انا اول ما اشتغلت انفستمنت بانكينج برايفت اكويتي 3 شهور. ما لقيتش نفسي يعني ما كنتش شاطر فيها قوي. يعني ما كنتش قادر عادي، ما كنتش شاطر فيها. فبعد كده اشتغلت كوربريت في جهينه، قعدت سنه بشتغل سيلز، و يعني دي حاجه انا كنت شاطر فيها. بعد كده رحت دبي، اشتغلت سنتين ماركتنج في شركه اسمها اورلا فودز. اشتغلت بقى في ديبارتمنتس على براندز مختلفه كلها اف ام بي. اوكي. دي شركه داري. اشتغلت بقى شويه ديجيتال ماركتنج، شويه تريد ماركتنج، وبعد كده رجعت على نسلي بقى قعدت 5 سنين. فموضوع بقى ان انا سبت الشغل جه فجاه. لا، انا عايز اسيب الشغل من اول شغلانه اشتغلتها. اوكي. يعني وبعدين على حسب الشخص اللي كان قريب ليا في المراحل هو دايما بيتريقوا عليا الموضوع ده. ففي اول ما بدات شغل كانت صحابي واهلي وابويا وامي، وبعد كده لما سافرت دبي كان صحابي اللي هناك، وبعد كده ما اتعرفت على دارين واحنا متصاحبين واحنا مخطوبين واحنا متجوزين. حضرت معايا الكوربريت لايف ستيجز كلها. كل اسبوع بتاخر في الشغل يوم، برجع اقول لها انا هسيب الشغل الاسبوع الجاي. خلاص انا ماشي، انا جاهز، انا هاخد الريسك. بعدها بيومين لا غيرت رايي. انا مبسوط. انا عارف بالانس على فكره عادي يعني. هو لازم كده اصلا عشان اتعلم من هنا واطبق هنا واقعد بقول بقى اشتغل بفلوس غيرك هم صح.
بعدها باسبوع ارجع تاني خلاص لا انا محتاج اركز في البيزنس ومحتاج ابقى ده الامبيشن وده بس لحد بقى ما وصلت في الستيج ان انا فكرت في الموضوع لوجيكلي، وجيت في سنه قلت لنفسي طيب يعني انت واكشلي هو الموضوع it makes sense ان انت يعني it makes sense انت تسيب الشغل وانت فاضي او انت ما عندكش responsibilities. انا بقيت متجوز ودارين حامل وحسيت ان هو ايه ده خلاص انا كان عندي اصلا فرص كتير قوي ان انا اسيب، لا انا هسيب بقى دلوقتي. وده المفروض اوحش وقت ان انت تسيب فيه عشان انت خلاص داخل عليك بقى responsibilities، جواز وبيت واولاد ومصاريف ف مش عارف ده حسسني ان هو لا انت ممكن الموضوع يسليب اواي ويجري منك وتخش في دوامه فلا سيب دلوقتي. بس انا ما سيبتش دلوقتي، قلت بقى هنا يعني من المرات القليله انا ما خدتش قرار عفوي وقلت لنفسي انا هحط مايلستونز محتاج اوصل لها من 6 شهور لسنه. اوكي. واول ما اوصل لها هسيب، وليتري اليوم اللي وصلت لها اليوم اللي بعدها استقلت. اوكي. وحياتك بقى كانوا تشيك ليست كده يعني حاجات زي ايه مثلا؟ يعني تشيك ليست ان احنا نفتح كان حاططهم بقى حاجات جولز في البيزنس، نوصل لرقم سيلز معين، اوكي، نوصل للسيت اب بتاع الفاينانسز والسيستم عندنا يبقى بليفل معين، نوصل ان احنا عندنا ترو فيزيكال ستورز مش لازم يبقوا خلصانين بس يبقوا في البايب لاين، نوصل ان احنا عايزين نعمل انوفيشن جديده هتخلينا نديفلوب از ا براند. فان ذات كيس كانت ان احنا نعمل فوت وير مش لازم تبقى خلصانه، تبقى في البايب لاين. وانس ان الحاجات دي كلها اتحققت خلاص خدت القرار على طول بعدها مفيش يعني. طب اسالك سؤال، يعني انتوا في الاول كنتوا شغالين اونلاين بعدين بقى دلوقتي عندكم 2 ستورز، شايف ان الفيزيكال ستورز مهمه ولا شايف ان لا والله الاونلاين كانت كفايه؟ يعني ازاي حد يقرر ان هو عايز يجو من اونلاين لفيزيكال سبيشال هي بادجت مختلفه خالص؟ عامه الموضوع ده نوت ترو. يعني الناس بتفتكر زمان الاونلاين كان ارخص بكتير قوي من الفيزيكال ستورز وما زال ان سم سيتويشنز، بس الحقيقه ان على حسب الستيج اللي البيزنس فيه ساعات الاونلاين بيبقى مكلف اكتر اصلا من الفيزيكال ستورز. ازاي؟ عشان زمان الكومبيتيشن اونلاين كانت قليله. هي برضو في الاخر احنا بنتكلم في ريل استيت فيزيكال او ريل استيت على التليفون كادز. ففي مول في 5 بينافسوا على ان هم ياخدوا محل والمول بياخد احسن ديل ليه وانت تحاول تاخد احسن ديل ليك. اونلاين الالجوريثم بتاع فيسبوك وانستجرام اتس ذا سيم، انت هتشوف 300 اعلان في اليوم، انت بتنافس مع شركات تانية ان انت تاخد الريل استيت ده، فساعات ده بيبقى مكلف جدا. ومع ان كمان الاونلاين بقى فيه بيردنز زي ديليفري، فيه بيردنز زي ريتيرنز واكسشينجز اعلى بكتير، ناس ما بتستلمش اوردرات، فمش شرط ان هو يبقى ارخص. عشان كده هتلاقي ان في لوكال براندز كتير جدا they're expanding rapidly في حته الفيزيكال ستورز عشان actually sometimes هي الموضوع ابسط بكتير. طب اسالك سؤال، انت ليه قررت تفتح your own store ما تروحش اللي هي اللوكال شوبس اللي بتجمع براندز كتير؟ عشان اللوكال شوبس اللي بتجمع براندز كتير احنا جربنا يعني احنا بس بتحط البراند بتاعك في حته معينه ان هو براند وان هو فاشن ريليتد، واحنا مش فاشن، بنحاول نبقى فاشنبل بس احنا مش فاشن، احنا اثليتيك، احنا لبس يعني مش في فرق. انا بحس ان في فرق ما بين اللبس والفاشن. فاشن از ترندي بيتغير، السبورتس وير فيه ستيبلز، شورت التيشيرت الجزمه بتحاول تخليها حلوه، تخليها فاشنبل بس في الاخر هي ستيبلز زي الفانيلات او الاندروير او الشرابات، او في حاجات تبقى شكلها احلى من حاجات. بس كنت مش عايز احط الشركه في حته ان احنا براند وفي حته ان احنا لا احنا شركه. فكنت حاسس كل ما نخش الشو رومز بنحط في حته ان احنا براند، وما تفتح محل لا انت بقيت شركه، ما تفتح محل انت بقيت منظومه بتدي الناس برضو احساس بالاطمئنان وهو يشتري منك، عشان عارف ورست كيس سيناريو هيروح المحل هيبقى في حد يتكلم معاه او هيعرف يرجع اوردر او هيعرف يعمل اللي هو عايزه ثرو المحل. او لو عايز يقيس حاجه فبتدي بس راحه للكاستمر يعني. طب سبيكينج اوف جزم يعني ماشي السبورت وير قصه، واكيد الجزم قصه تانية خالص. طبعا. احكي لي بقى اشمعنى قررتوا تدخلوا في الجزم؟ was it an easy process؟ لا خالص. يعني هو في حاجه عامه في الماركت المصري وانت بتعمل حاجه
مش عايز اقول مختلفه عشان ناس كتير قوي بيعملوا كده دلوقتي. ممكن ما بدانا كانت مختلفه وفي الجزم كانت مختلفه. انت عندك انفراستراكشر في مصر ان انت تنتج اي حاجه، بس بتنتج الحاجه بتنتج بمعايير وكواليتي ستاندردز واسعار تناسب السوق المصري اللي هو اغلبيته بيشتري برودكتس من برايس رينج معين. انت لو زي انت probably عايز تعمل برودكت بحاجه معينه في دماغك مش مناسبه للمعايير اللي المصنع بيشتغل بيها، فانت بتروح للمصنع هو مثلا بيصنع let's say مثلا شورت بيبيعه ب 80 جنيه، الريتيلر بياخده بيبيعه ب 120 جنيه. انت عايز تصنع شورت ب 400 جنيه، ده هيبقى عندك متطلبات كقماش كتقفيل ككواليتي ستاندردز كفيتس ككاتس، وعايز تصنع كميه قليله هو بيصنع كميات كبيره جدا، فانت بتروح بقى بتنيجوشيت معاه وتقنعه ان هو يعمل ده. ففي الشورتات دي كانت سهله جدا. في الجزم بقى كانت صعبه قوي. اوكي. صعبه قوي يعني. ان هو متعود يشتغل بطريقه معينه، انت جاي بتقول له انا عايز اعمل جزمه هبيعها ب 2000 جنيه، ده بالنسبه لنا رخيص لما تبص على نايك واديداس، بالنسبه له ده غالي جدا. ان هو متعود يبيع جزم ب 100 او 150، الريتيلر بيبيعها 250 300. حسيت بيه اول لما شفت اول بروتوتايب للجزمه؟ ضحكت والله. شكلها عامل ازاي؟ وحش جدا. كشكل ولا كراحه ولا ككل حاجه؟ اوكي. ككل حاجه كانت ابعد حاجه مما كانت شبه الكروكس. والله ما بهزر، كانت شبه الكروكس. كانت شبه الكروكس وما كانش في حاجه صح. اوكي. بس كان في حاجه، وانا بحس ان انت طالما في حاجه ممكن بقى تشتغل عليها. اوكي. بس انا بطمن جدا وانس ان انا وصلت للبرودكت، يعني مسكت برودكت في ايدي، يبقى كده المصنع اشتراني ان هو جرب. طالما هو جرب اكيد ما مش عايز يضيع وقته، حط ريسورسز، خلاص بقى نعمل بقى. اغرب كومنت جالك على الجزمه قبل ما توصل للفاينل ستيج بتاعها؟ اغرب كومنت جالنا واحنا بنحاول نعمل جزم، هو كومنت كان بيجي لي كتير قوي، انا متفاهمه، فاحنا بنحاول نعمل حاجه معينه، فدايما هيقول لي طب انت ليه عايز تعمل ده؟ طب ما تعمل الحاجات اللي موجوده هي سهله وهتعمل منها فلوس وشغاله حلو وانا اقول له لا انا عايز اعمل ده. يقول لي انت عايز تتعبني؟ اقول له انا عايز اتعبك. بس اغرب كومنت جالي من حد مدير الانتاج، قال لي انت اكتر واحد صبور وهادي شفته في حياتي. انا اصلا بني ادم عصبي جدا وبني ادم مش صبور خالص. اوكي. بس في موضوع الجزم ده انا كان عندي صبر مش طبيعي. احنا قعدنا 6 شهور بنعمل سامبلز. اوكي. 6 شهور بنعمل سامبلز واستلمنا الجزمه، يعني اول يوم قررت ان انا هعمل جزمه فيه استلمت الجزمه الفاينل اللي احنا نزلناها بعد سنه و3 شهور. اوف. اوكي. طيب تعالى بقى، يعني في كل سيكشن كده past present future بيكون فيه زي 2 بونس كويستشنز. اوكي. هديك في الباست هتختار واحد منهم، بس الاثنين هيظهروا اون سكرين. ماشي. اوكي. اقرا السؤال ولا اختار اللي انت عايزه واقراه. فهختار bonus questions. What made you decide to rebrand from Nexus to Haxel? Was it strategic, creative, or personal? If you could go back to the very early days of starting Haxel, what would you do differently? ممكن اجاوب على الاثنين عادي. يلا جاوب على الاثنين. ماشي. ريبراندنج نكسس لهاكسل ده كان قرار انا اصلا حاجه عايز اعملها من الاول. انا كنت عايز اسمي براند نكسس. اوكي. سميته ازاي اصلا؟ احنا 2 بارتنرز. انا عندي بارتنر حموده اخويا وشريكي، واحنا we do everything together. احنا قعدنا في ستيج اللي احنا بنسمي الشركه ده اللي هو شهرين مثلا، ورسينا في الاخر على نكسس. انا كان عندي تخوفات ان في تليفون اسمه نكسس، في حاجه كتير اسمها نكسس، هتبقى صعب ان احنا ناخد التريد مارك اند سو اون. بس بدانا البراند ما كانش في حاجه تانية اسمها نكسس، بس بقى ابتدى يحصل مطبات وحاجات اوفر تايم خلتنا نغير اسم البراند. اولا ان البراند ابتدى يبقى اسوسييتد بالجيم قوي، واحنا احنا ما عندناش مشكله ان احنا اسوسييتد بالجيم، احنا براند سبورتس وير، بس البراند كان اسوسييتد بالجيم بزياده. فاي حد ما بيروحش الجيم احنا مش البراند ليه، فخسرنا تارجت اودينس كبير قوي. ده بقى الموضوع كبر عشان احنا في جيم فتح اسمه نكسس، البراند بتاعه شبهنا قوي. فتح بعد ما احنا فتحنا، اللوجو بتاعنا برضو اللوجو بتاعهم شبهنا قوي برضو. احنا مسجلين لبس، هم مسجلين جيم، محدش يقدر يعمل اي حاجه. الناس ابتدت تبعت لي على الدي امز او تبعت لنا دي امز ديلي الاشتراك بكام. فده ده تاني سبب. ثالث سبب بقى وده كان بالنسبه لي تيرنينج بوينت، ان انا دي قصه حقيقيه. كنت عادي في مشوار شغل وكنت جعان، فنزلت اجيب سندوتش كفته من محل في مدينه نصر. فوانا بحاسب على سندوتش الكفته فالكاشير قاعد كده، فببص فلقيت بنطلونه عليه اكس ونكسس.
فبص بقول له انا عارف البنطلون ده، عارف اللوجو بتاعنا ده، اللوجو بتاعنا البنطلون ده عمري ما عملته. فبص بقول له معلش هو انت البنطلون ده جبته من فين؟ قال لي ليه؟ قلت له اصل ده انا قعدت اشرح له الموضوع، فهو الراجل كان متعاون جدا، قال لي انا اشتريته من المحل الفلاني في المكان الفلاني. رحت المحل اللي هناك ده، انا لقيت كولكشن اكبر من الكولكشن بتاعنا. والله ما بهزر، لقيت كولكشن اكبر من الكولكشن بتاعنا. البراند بتاعنا مش اتضرب، هو اتهان. هو اتهان. فالتراكم بتاع الحاجات دي حسيت ايه ده، لا البراند بيجري مننا. فعملنا بقى ريبراندنج لهاكسل عشان كنا عايزين اسم يونيك لينا، كنا عايزين براند ايدنتيتي مور بريميوم مختلف، وكنا عايزين كمان نستوري تيل ونحكي قصتنا which was hard to do مع نكسس يعني. اوكي يلا السؤال الثاني. If you could go back to the very early days of starting Haxel, what would you do differently؟ مش هعمل كتير يعني، احنا عملنا غلطات كتير قوي بس الغلطات دي علمتنا، فانا لو كنتش عملتها كنتش اتعلمت منها. بس في حاجه واحده يعني القصه دي برضو، احنا اول ما عملنا البراند عملنا لونش، بعنا برقم صغير جدا واتبسطنا قوي، وقررنا قلنا طيب احنا كده معانا برودكت حلو، محتاجين ماركتنج حلو. فروحنا قعدنا مع ايجنسي اصدقاء لينا، واتفقنا مع بعض ان احنا هنصور كامبين ما حصلش، مش انفلونسر كامبين، هنصور كامبين اعلان. اوكي. وعملنا شوت خارق. لحد دلوقتي الشوت ده عمره ما نزلناه في الاخر، بس جاب 10000 فيو شلناه. وعملنا اوفر باي 2 جيت 1 فري عشان نشغل البيزنس يعني. بس عملنا شوت خارق، صرفنا عليه مثلا نص الوركينج كابيتال بتاع الشركه. شوت فظيع يعني. لحد دلوقتي انت لو شفتيه هتحسي ان ده اعلان اديداس او اعلان بيبسي، a very professional shoot. لو كان رجع بيا الزمن كنت ما عملتش ده، وكنت حطيت الفلوس دي في البضاعه وفي في الماركتنج الديجيتال العادي. بس هي كانت تجربه حلوه، يعني انبسطت بيها قوي، بس كانت هتساعدنا ان احنا نجرو في الاول. طيب حسين هنتكلم بقى شويه عن البريزنت. اوكي. انت ريسنتلي بدات تطلع على السوشيال ميديا انت ودارين. فعايز اعرف اصلا الموضوع بدا ازاي. اوكي. وعايز اعرف how has it impacted your life دلوقتي. ماشي. اوكي. لا هو القصه انا دارين اصلا يعني شغلها هي جرافيك ديزاينر، كونتنت كريتور، هي شخص هي بيرسونال يعني. دارين شاطره جدا، دارين ممكن هي يعني ماركتنج ديبارتمنت في انسانه، تعرف تعمل كل حاجه اللي ليها ماركتنج ما شاء الله. جرافيك ديزاين، فوتوغرافي، فيديوغرافي، فيديو اديتنج. فكنت بقول لها يا بنتي انت دلوقتي عماله بتعملي الكلام ده كله لشركات وبراندز، ما تعمليه لنفسك. فبتقول لي ازاي؟ بقول لها عادي هتقلبي الكاميرا يعني. فابتدينا اكشلي واحنا يعني كنا لسه بقى وقتها لسه متعرفين على بعض، اقنعتها تنزل تيك توك. اوكي. فنزلت تيك توك، وبعدين ابتدت بقى واحده واحده تعمل كونتنت انا وهي. بس اللي هو بنعمله كده كل فين وفين. دارين اللي هو تقعد تزن عليا بقول لك شفت تيك توك حلو قوي عايز اصورها. انا بقى قبلها كنت بحب اعمل كونتنت لاصحابي يعني. انا كنت بحب مثلا اقعد افتح الكاميرا اصور الفيديو لاصحابي ابعته على واتساب. اوكي. حاجات كده. فدارين قالت لي بقول لك انا حاسه ان انا محتاجه، لو انا عايز اخد موضوع الكونتنت ده بجد واعمله بجد، عايز ابتدي اتكلم للكاميرا. انا ما بعرفش اتكلم للكاميرا، انت بتعرف تتكلم للكاميرا، تطلع معايا؟ قلت لها يلا بس، وبدانا. الموضوع جه كده يعني. طب حاسس ده غير حياتك ازاي سو فار؟ لا مش حاسس ان في حاجه اتغيرت في حياتي يعني بشكل كبير يعني. ممكن احنا بقينا معروفين شويه فالناس ممكن تسلم بس مش حاسس ان حياتي اتغيرت خالص يعني، زي ما هي يعني. اوكي. طب بتشوف ان انت يعني ناس كتيره ما شاء الله بتبص على حسين ودارين وبتقول ان هم they're a good example of marriage عامه، فبتحس بايه لما حد بيقول لك كده او في كومنتس او كده؟ لا بتبسط اكيد يعني، بتبسط وبحس ان برضه هو الموضوع ده اصلا موضوع كبير قوي بقى. في ناس بيقول لك اصل ما تبصش على السوشيال ميديا عشان السوشيال ميديا كلها فيك ومش عارف ايه. ما هو اكيد هتبقى يعني مش هنعمل فيديو واحنا عمالين بنتخانق يعني. مش هنعمل فيديو مش هنعمل فيديو احنا قاعدين بنتفرج على فيلم وبناكل البيتزا بالليل. مش بس بحس ان احنا بنحاول نبقى على قد ما نقدر بطبيعتنا. فيديو لذيذ مش لذيذ، نجح ما نجحش مش فارق، احنا بنعملها عشان
احنا بنتبسط يعني اتس ا فن اكتيفيتي احنا بنعملها مع بعض. مش دايما بس يعني موست اوف ذا تايم تبقى فن اكتيفيتي احنا بنعملها مع بعض. بس لك حاجه، يعني انت فعلا من الناس القليله اللي انا قابلتها يعني في الحقيقه، وانت بجد شبه سوشيال ميديا قوي، يعني فاهم اللي هو كشخصيه. في ناس شخصياتها مختلفه، انا شخصيتي مختلفه عن سوشيال ميديا عشان انا بتكلم في حاجات سيريس يعني فاهم. لا ماشي. لا بس انت you're exactly the same يعني. طب دي حاجه كويسه، بس برضو عشان هي دارين برضو هي بتاخدني على غفله يعني. هي انا ببقى هو احنا مش من بلان، هي بتبقى من بلان. دارين اورجنايز جدا، فهي عارفه حسين هيرجع من الشغل الساعه 6:30 احنا هنصور فيديو، فانا بخش البيت بلاقي الترايبود جاهز والاكل جاهز، يلا حسين احنا هنصور، يلا هنصور. طب تعالى نتكلم على اخر حاجه جديده في حياتك، وهو زين AKA عباس. احكي لنا بقى عباس حبيبي. غير حياتك ازاي؟ يعني عايز اقول بقى ان انا حبيت احس بالمسؤوليه وبقيت انا بصراحه لسه شويه. هو طبعا الحياه اتغيرت يعني. بقى في دارين دايما بتفكرني انت عندك ابن على فكره، بقول لها صح. بحس ان الموضوع يمكن المايند سيت بتاعي اتغير شويه، ان انا مش عارف، بس ابويا كان دايما يقول لي الحوار ده برضه ما حصلش. لو اهم حاجه في حياتك تبقى اولادك، حاسس ان ده هيحصل يعني او في المشوار يعني. انا بدات المشوار ان ده يحصل، فحاسس فهمت الموضوع ده شويه. حاسس برضو ان انت بتبقى مهتم قوي بيه ومهتم يعني اكنك بتتفرج على ابيسودز مثلا. فانت كل يوم عايز تشوف الابيسود الجديده، اللي هو النهارده قال بكره قال النهارده عمل بي 3 مرات، بكره عمل 4. فانت كل يوم اللي هو في فالحوار ده بصراحه يعني بيشدك كده كبني ادم. في دور برضو اتغير في حياتي يعني، ده بقى سيريس شويه، ان انا بحس ان انا البردن بتاعت الخلفه عامه بتقع على معظمها بتقع على الام، given ان هي البرايمري كير جيفر. مهم قوي، وده اكتر حاجه كريسبونسبيلتي اتغيرت، ان انا ابقى دايما موجود تو سبورت، whether بقى ده يعني emotionally physically. بحس ده اكبر دور انا ممكن العبه. ان الموضوع ساعات بيبقى صعب قوي بالنسبه لها وبيبقى قله نوم فساعات بتبقى انت مش عارفه تنامي، طب يلا انا سهران يعني، انا مش هنام، هروح الشغل مش نايم النهارده. ده بحسه في اوقات تانية بصراحه بتروح عليا نوم وما بعرفش اصحى، بس بحاول على قد ما اقدر ان انا ابقى موجود يعني، ابقى present. ده I think اكتر حاجه انا personally بحاول ان انا اعملها، ان انا ابقى very present عشان ابقى دايما موجود في to support. حتى لو انا هروح اجيب كوبايه ميه في حاجه توقعتها عن being a parent وما لقيتهاش، او العكس ما كنتش فاكرها هتحصل وحصلت؟ هقول لك حاجه. انا تخيلت ان العياط هيبقى مزعج اكتر بكتير. اوكي. عشان احنا عندنا كلب مزعج جدا. فقعدت اقول لك، كنت بقعد اتخيل بقى الكلب عمال بيهوهو وبيبي عمال بيعيط، بس مش عارف ليه، مش عارف لو الناس بتشير الموضوع ده، بس اما العياط يبقى من ابنك ما بتستفزش. دي هي الموضوع ده ما تخيلتوش خالص يعني. بس ده دي الحاجات اللي اتغيرت اصلا. اوكي طيب هنرجع تاني نتكلم شويه في البيزنس. عايز اعرف برضو كلايف ستايل، احنا اتكلمنا عن اللايف ستايل بتاعتك بعد زين، بعد ما سبت الكوربريت حسيت يعني كلايف ستايل بتاعتك اتغيرت ازاي، من انت يعني مركز ما بين ستارت اب وكوربريت وكومبليتلي دلوقتي مركز في الستارت اب بتاعتك؟ لا، في حاجه كبيره قوي اتغيرت. ان انت في الكوربريت في شغل، انت بتشتغل حاجتين، بتعمل الشغل ذات نفسه وبتلمع الشغل وبتقنع بالشغل. بمعنى ان انا ممكن يبقى عندي مثلا بروجكت انا طلعت بفكرته واشتغلت عليه، ده 20%. ال 80% الثانيه ان انا اخلي البروجكت ده شكله حلو، وان انا اقنع الشركه بيه whether senior or junior، ونشتغل عليه get their buy-in وبعدين ابدا شغل عليه. الستارت اب مختلف تماما، انت محتاج تقنع نفسك. انت محتاج الموضوع بقى، انت مش الديسيجن ميكر يعني. حتى في الكوربريت تبقى ديسيجن ميكر، بس في الاخر في اتس فيري بيج ديسيجن، في ديسيجن ميكرز انت صغير برضو. على حسب كل شركه ممكن يدوك الريسبونسبيلتي ان تاخد ديسيجنز، بس في الاخر انت هنا، انت في الشركه انت وشريكك والبارتنرز بتوعك انت المين ديسيجن ميكر. ففي الاخر مهما اشتغلت انا بحس ان اهم حاجه is making the right decision. فعشان انت مش بتقعد تلمع وتعمل برزنتيشن وتظبط الفونت، هي اصلا ممكن تبقى ورقه بتشخبط عليها. انت بتوفر وقت كتير قوي. فالوقت ده لو انت استغليته بقى
في الديسيجن ميكنج. بمعنى ايه ديسيجن ميكنج؟ انك تعمل ريسيرش، تتكلم مع ناس، تاخد راي ناس، تفكر اكتر. ده بيساعد قوي ان انت تاخد ديسيجنز احسن واسرع. ان دايما المشكله لما حد يقول لك كوربريت بيقول لك انا حاسس ان انا شغال في شركه اللي انا هطلع الدور اللي فوق هلاقي مدام عفاف قاعده لي مش هتوافق لي. انت بقى العكس تماما. في انت مدام عفاف فانت بحس ان الموضوع مختلف قوي. فالبيس بتاع الشغل بيختلف قوي. وبرده في حته ان انت محدش هيقول لك اشتغل النهارده، محدش هيقول لك خلص ده دلوقتي. انت اللي محتاج تعود نفسك. انت مفيش مدير هترجع له هيهزقك يقول لك ده مش حلو او ده حلو. انت محتاج تكون البني ادم ده لنفسك. فحاجه بنعملها حلوه قوي انا وحموده ماي بارتنر، ان احنا بنقعد مع بعض. انا بقول له انا عملت ايه وهو بيديني رايه، وهو بيقول لي هو عمل ايه وبيديني رايه، وبنقعد نباونس اوف الحاجه مع بعض كل يوم. اوكي. طب ايه ستيريوتايب الناس فاكراها عن الانتربرينورز او انك تفتح لوكال براند وحاجه مش موجوده يعني؟ حاسس الستيريوتايبس كلها ترو قوي عامه. يعني بس في حاجه انت قلت لي عليها، قلت لي ان انتوا مش ما عندكمش بين باجز في الشركه. لا يعني ايه الموضوع ده؟ هو بصي انا بحس ان في تسلسل معين لجروث اي لوكال براند. الموضوع دايما بيبدا بقعده ما بين اصدقاء، بيتطور لمكالمه تليفون، وبعدين بيتطور لجروب واتساب بيبقى فيه كل الشركاء، وبعد كده بيتطور لبنترست بورد، وبعدين بيتطور لميتنجز، لويب سايت. في بقى مرحله معينه انا بسميها مرحله البين باج، اللي هو دي مكرونه انتوا تاخدوا مكان سبيس. ودايما بيبقى الفكره ان احنا احنا محتاجين اوضه فيها ديسكات واوضه فيها بين باجز، عشان احنا لوكال براند واحنا ستارت اب فلازم يبقى عندي بين باجز. احنا للاسف ما كانش عندنا المرحله دي خالص. يعني نفسي يبقى عندي بين باج اقعد عليها في النص واعمل عليها مكالمه، ما عنديش. ان احنا البيزنس بتاعنا احنا قلت لك انا شاركت محمد في المصنع، هو شاركني في السبورتس وير براند. فهو اصلا شغله كان في الازهر، فاحنا المخازن بتاعتنا في الازهر، فما فيش بين باجز في الازهر. في كراسي خشب. طب بسالك سؤال على حموده، انتوا كنتوا صحاب جدا؟ اوكي. في ناس كتير بتقول لك لا ما تشاركش اهلك او صحابك. انا بقول ان انت اصلا ما ينفعش تشارك غير اهلك. يعني انت لو صحابك، لو تقدر تشارك، لو عندك الاختيار انت تشارك اهلك او صحابك وتشارك حد غريب، شارك دايما اهلك وصحابك. ليه بقى؟ عشان انت بتقضي مع البني ادم ده وقت كتير جدا. بالذات لو انتوا ستارت اب، فانت عندك انت بتحب اهلك وصحابك، او مش شرط يعني ممكن ما تحبش اهلك وصحابك، بس في الاغلب هتكون ما بتحبش اهلك وصحابك. فاحسن انت تقضي الوقت ده مع حد انت بتحبه. وثانيا بحس ان الموضوع ده بيساعد قوي في الكونفليكت مانجمنت. ان احنا في الاخر 2 صحاب او احنا اخوات او احنا اهل، فاحنا ممكن نقفل الباب ونحل المشكله. جايز نضرب بعض عادي، بس عادي ممكن نضرب بعض عادي، مش يعني احنا صحاب في الاخر، يا اما ضربنا بعض يعني على حسب الدايناميك بتاعكم. انما لو انت حد غريب، انتوا بتتفقوا على حاجات وبتبقوا اكاونتبل ليها قدام بعض. اما الحاجات ما دي تبقى وحشه قوي، انت مش ضامن ان الشخص ده هيبقى في ظهرك، عشان انتوا مفيش حاجه بتربطكم. انما انتوا كاصدقاء في صداقه بقى لها 20 سنه بتربطكم، انتوا اهل فانتوا عيله بتربطكم، فانتوا ضامنين دايما ان انتوا هتقفوا في ظهر بعض. يعني دايما المصطلح اللي بيقولوه دايما في وانت بتفتح بيزنس، اللي هو انت لو مشارك حد وهو عنده ازمه ماليه كبيره جدا ومحتاج يسحب فلوس من الشركه، محتاج لون من الشركه، لو هو شريكك وانت عارف ان البيزنس مش في ستيت ان هو يعمل ده، لو هو شريكك هتقول له انت شايف البيزنس. لو هو صاحبك او هو من اهلك، انت هتعمل ده من نفسك عشان انتوا عيله في الاخر. ف الدايناميك بيبقى مختلف تماما، وانا برتاح اكتر في الدايناميك ده عن ده. اوكي. بالذات وانت بتبدا. ان برضو احنا بنتكلم ان احنا كنا 2 شباب بنبدا شركه، بنكتشف الحياه مع بعض، هنغلط مع بعض على حلوها ومرها مع بعض. ممكن اما تكبر بعد كده اكتر وتبقى انتربرينور بجد، تبدا تشارك انتربرينورز تانيين، عشان انت خلاص بقى فاهم، بقيت فاهم يعني ايه تبني شركه، يعني ايه ديبارتمنتس، يعني ايه تبني ستراكشر وسيستمز، فتقدر تهيكل شركه وتستفيد وهو يستفيد وانت تجيب خبرات وهو يجيب خبرات. انما لو انت بتبدا حاجه من الصفر، لا ابداها مع صاحبك، ابداها مع مشوار طويل يعني.
اوكي، انت اول حد يقول الموضوع ده. لا انا بحس ان الموضوع ده طبعا، او يمكن حظنا حلو الحمد لله يعني. الحمد لله الحمد لله ما شاء الله. طيب يلا هسألك بقى البونus questions. Creating shoes is a huge leap. It's one of the hardest categories in apparel. What made you take on that challenge and what has the journey been like so far? دي اتكلمنا فيها، ممكن السؤال التاني. ماشي. How do you manage your time between being a new dad, an entrepreneur and now a public brand يعني a public face على social media؟ أنا فيها ميزة كحسين عامة يعني. أنا بنام مش بنام قليل، بس أنا بنام متأخر قوي. فأنا من وأنا في الجامعة بيبقى عندي مثلا let's say مع مواعيد الشغل، فلتس على حسب بقى كل شركه اللي هو ال 7 to 8 hours اللي بتشتغلهم في الشغل، اللي هم بيصفصفوا على 6 بالسوشيالايزنج، 4 لو في عيد ميلاد، 3 لو فطرنا. ففي اللي هو الفقره دي بتاعه الشغل، وبعدين انا بحب اسهر قوي. ففي فقره انا بحبها جدا في حياتي، ودي اللي غالبا مخلياني اعرف ابالانس، ان هي فقره بقى بالليل، هي بدايه من مثلا 9 10 بالليل لحد ممكن ساعات 3 4 الصبح، 5 الصبح، الفجر، الساعه 6 الصبح، على حسب الورك لود. دي انا بعرف اقعد في هدوء واركز فيها. اوكي. فانا دايما عندي دي بلحق نفسي بيها. يعني انا في حاجه محتاج اخلصها، بس انا يومي اوفرويلمنج ما بين محتاج ابقى مع دارين في كذا، ومحتاج نصور كذا، ومحتاجين نعمل كذا. انا عارف ان انا عندي الفتره بتاعت بالليل دي هلم فيها اللي ورايا. يمكن مش اكتر حاجه هيلثي، بس دي حاجه بعملها وانا في الجامعه. يعني ممكن يوم في الجامعه اقرر ان انا النهارده هقعد اهزر وبالليل هذاكر. اوكي. فمش عارف اتعودت عليها يعني. كنت شاطر في الجامعه؟ يعني كنت مستفز، كنت ادب مستفز، اللي هو يقول لك انا ما ذاكرتش خالص، خش الامتحان اعمل كويس. انا كنت ادب بني ادم. صراحه يعني ما ينفعش اكذب، عشان لو حد من صحابي يتفرج وقلت ان انا فاشل وبتاع. فكنت كنت اللي هو انا عملت وحش قوي، وانا كنت هذا البني ادم. بجد؟ انا. طيب تعالى بقى نتكلم عن الفيوتشر شويه. اوكي، انت سو فار بنقول مثلا انت بدات هاكسل بقالك كام سنه؟ احنا بدانا اوفيشلي بقالنا 4 سنين. اوكي. الفكره بدات مثلا من 7. اوكي. طب شايف قدام، شايف يعني الفيوتشر بتاع هاكسل، هل هو ليه علاقه اكتر بان انت تعمل برودكتس اكتر، ولا ليه علاقه بان انت اكسبانشن في المينا ريجن مثلا؟ بتفكر فيه ازاي؟ لا انا شايف ان احنا مش هو كلوكال براندز، احنا دايما بنقول اللوكال براندز انتشرت، هي ما انتشرتش. يعني انا كتير قوي ساعات بتكلم مع الناس اللي بيمانجوا او جايبين فرانشايزز البراندز اللي من بره. ليتس سي السبورتس وير، احنا في دلوقتي بتاع 7 8 شركات سبورتس وير ما شاء الله، كلهم ناجحين جدا، كلهم شاطرين جدا، كلهم بينافسوا بعض. بس هي في حقيقه الامر احنا مش بننافس بعض. احنا كلنا في الاخر I think الاكتشوال نمبر ماكسيمم من 3 ل 5% من سوق السبورتس وير في مصر. اوكي. السوق بتاع السبورتس وير متقسم، اديك اكزامبل من السبورتس عشان ده اللي انا اعرفه. عندك الانترناشونال براندز، اديداس، نايك، بوما، اندر ارمر ومشتقاتهم، فدول كاتيجوري. عندك بقى الفرانشايزز اللي هم دول المذر براندز. عندك الفرانشايزز بتاعتهم في مصر، فالناس اللي واخده توكيلات اديداس، بوما اند سو اون. عندك بعد كده الهاي كوبي منهم، وعندك بعد كده المضروب منهم، وبعد كده عندك لوكال براندز. اوكي. بالحجم اللوكال براندز اصغر ناس. اوكي. الماركت ده كله مفتوح لنا. فاما الماركت، اما نقول ان البراندز دي ممكن تجرو 400%، 500%، 500% في الخمس سنين 10 سنين الجايين، هي مش هتجرو هي هتجرو عشان الماركت بيجرو كتوتال، وهتجرو عشان الشير بتاع اللوكال براندز في الماركت هيقعد يكبر. وبحس ان في السبورتس وير احنا يمكن نبقى اقل سيكتور في الكلوذينج اند فاشن اللي واخد تشانك من الانترناشونال. عشان الانترناشونال اللي احنا بننافسه قوي قوي. يعني خشي اي مول في مصر، ايه اول 3 محلات؟ اي مول في مصر، نايك واديداس كايرو فيستيفال سيتي، اول محل على اليمين نايكي، تاني اول محل على الشمال جو سبورت، وراه اديداس، وراه بوما، وراه اندر ارمر. خشي ديستريكت 5 اول محل اندر ارمر، بعد كده في شويه براندز بتاعت جزم، وبعدين على الشمال في نايك واديداس. خشي مول اوف اريبيا نفس الكلام. خشي اي مول، اكبر محلات واحلى محلات واكبر براندز هي محلات السبورتس وير. ده السبب عشان هم بيبيعوا كتير قوي، عشان هم ناجحين جدا. ليه؟ انا عندي ثيري ان الناس لسه مش واثقه
في ناس كتير قوي واثقه في البراندز المصريه. بس في الاخر هم بيثقوا اكتر في الانترناشونال براندز. خدوا الثقه بقى اوريدي خلاص، مثلا في البيسكس خدوا الثقه في الجينز ولسه بيجرو. السبورتس وير عشان اتس تكنيكال لسه في مشوار. ان انا اقنع حد ان احنا جزمتنا فعلا فاليو فور ماني كويس، وان هي فعلا هتبرودوس نفس الفانكشن الجزم بتاعت اديداس، مش كلها طبعا، في جزم في اديداس نايك خارقه يعني هتلبسها وتطير، بس ان احنا نقول ان احنا عندنا جزم في نفس الكواليتي ستاندردز شويه من الجزم بتاعت اديداس ونايك، بس بربع الثمن او ثلث الثمن. دي حاجه مش سهله. فده تشالنج. احنا بقى محتاجين نجرو في الحته دي ونبني الثقه وناخد المشوار كلنا كبراندز يعني. ولو نقدر نساعد بعض نساعد بعض، ولو نقدر نسبورت بعض نسبورت بعض، عشان الكومبيتيتور بتاعنا مش شايفنا اصلا. يعني طب شايف ان at some point ممكن الكومبيتيتور اكشلي يشوفكم؟ يعني شايف ممكن مثلا at some point ابتدوا يشوفونا. بس ابتدوش يشوفونا كسيلز، ابتدوا يشوفونا كماركتنج، عشان احنا اللوكال براندز حاجه كل اللوكال براندز شاطره قوي فيها هي الديجيتال ماركتنج. احنا ما عندناش ايجنسيز على ريتينر بتعمل لنا كونتنت واعلانات، ما عندناش براند امباسادرز ولاعيبه كوره بتعمل لنا كونتنت. احنا اكشلي محتاجين احنا كساعات كاونرز ننزل نصور ونطلع بافكار ونصور بنفسنا ونعمل ستوري تيلينج ونعمل. احنا محتاجين نبقى ماتش مور كرييتيف. وليتلي مع السوشيال ميديا ده بقى يجيب انجيجمنت واويرنس اكتر من الكامبين التقليدي. فهم ابتدوا يشوفونا في الحته دي، وده ادج عندنا. ان في الاخر مش هتجيب صاحب اديداس يعمل تيك توك مع التيم وهم بيعملوا رقصه بس. صاحب هاكسل اصلا اوريدي بيعملها لوحده اصلا، فممكن تجيبه عادي يعني. هو اصلا بيعملها مع مراته كل يوم. انت بتصورش تعالى صور معايا الصبح في الشغل، تعالى شوف شغلك. طب اسالك سؤال، شايف ان your presence على السوشيال ميديا، انا عارفك مش بتتكلم عن هاكسل كتير، بس شايف ان your presence ساعد السيلز بتاعتك one way or another او حتى الاويرنس بتاع البراند؟ يمكن خلي بالك انا برضو البريزنس بتاعي على السوشيال ميديا بدا مع هاكسل، فانا مش عارف اقارنه. بس طول ما نكسس كانت موجوده كانت محدش يعرف مين الاونر بتاعها. وده كان عن قصد، عشان انا ضد فكره ان انا ابقى الفيس اوف ذا براند، عشان انا مش الفيس اوف ذا براند. هو في 4-5 امبلويز في الشركه اصلا الانبوت بتاعهم اكبر مني. وليتس سي انا بقيت الفيس اوف ذا براند وعرفت ابوش سيلز، واكيد ممكن اعمل ده. ما اعرفش لانهي مدى، بس اكيد ممكن اعمله يعني. بس ولنفترض بقى خلاص اكشلي الموضوع ده نجح وانا بقيت ذا فيس اوف ذا براند والناس تشتري عشان خاطر حسين. لو ده حصل ليتس سي انا قررت ان انا مش عايز اعمل كونتنت، هديت حصل لي ظروف، البراند بقى مربوط بحسين، حسين مش موجود، البراند مات. اوكي. I don't believe in building brands based on ان انت there is one face او there is one person اللي بيدرايف السيلز. بحس ان انت اكشلي لا، بالعكس اسحب نفسك وخلي البراند هو اللي عنده personality، مش البراند واخد البيرسوناليتي منك. اوكي. بحس ده مهم قوي. اوكي. فاكشلي بحب ابعد وافصل كومبليتلي يعني. عشان كده مش بتكلم عن هاكسل كتير قوي على السوشيال ميديا. بتلبسه كتير، بشوف بتلبسه كتير بس مش بتكلم كتير قوي يعني. بلبسه كتير جدا عشان اللبس كله بيبقى في الغسيل فبضطر البس. بس اصحابي بيسالوني السؤال ده دايما. يعني انا دايما في الجيم بلبس، يعني دايما ببقى لابس حاجه هاكسل عشان حاجتنا حلوه قوي، بس عشان لا، بس دايما هتلاقيه مثلا لابس عادي اللي هو انا بتمرن باي حاجه. فمثلا لما اروح بتمرن بتي شيرت من وات ايفر، من تي شيرت من هنا، من تي شيرت من هنا، من اي براند. مش عايز اكون بيلبورد للبراند بتاعي. فاهم قصدك. ليه اكون بيلبورد للبراند بتاعي؟ مش فاهم قصدك. عايز ابروف السكسس بتاع البراند ثرو الشغل اللي احنا بنعمله ثرو ذا براند، مش ثرو حاجه تانية. طب هقول لك على حاجه، انت شخص بتخطط لقدام قوي ولا اللي هو سايبها كده على ربنا؟ لا، بخطط لقدام، بس دايما بحط خطط لقدام، بس بحط الخطه دي في ظهر دماغي خالص. وبشتغل على دلوقتي. اوكي. بس دايما عندي في طرف عيني عندي حاجه انا عايز اوصل لها يعني. طب حاسس حسين اللي هو لو انت there's just one thing في حياتك that you want to achieve، حتى لو هي حاجه بعد 30 سنه 20 سنه 10 سنين، ايه المايلستون الميجر انت حاططها في حياتك من دلوقتي؟ مايلستون ميجر انا احطها في حياتي من دلوقتي؟ مفيش
مفيش حاجه ميجر قوي يعني. حاطط شويه جولز اكشلي. حاسس ان انا عايز ماشي a few things يعني. نفسي ان احنا البراند كهاكسل كاللوجو بتاعنا بتاع الاكس، اما اشوف اي حد بيلعب رياضه ابقى عارف ان انا very likely الاكس دي زي التك بتاعت نايك. ان هو انت لو رحت اي حته دلوقتي دخلت اي جيم انت في تشانس 100% ان انت تشوف حد لابس اديداس او نايك، هتشوف اللوجو في حته. مستحيل ما تخش. عايز اوصل للليفل ده في مصر، عايز اوصل للليفل ده في مصر مش بره. في مصر ان انا لو دخلت اي جيم at any point in time في تشانس 100%، مش 99 مش 98 مش 90 100% ان انا الاقي حد اللوجو الاكس موجود في حته. ده وان جول. الجول التاني ده حاجه عشان انا بحب الكوره قوي. نفسي يا الاهلي يا مصر يلبسوا اللوجو بتاعنا ده اللي هو الجول على المدى البعيد. مع ان احنا مش براند كوره، بس حاجه كده ممكن تبقى وين بالنسبه لي يعني. حاجه ان شاء الله. حاجه لذيذه يعني. دارين شخص بتحب تحط جولز قوي، بتحب الدريم قوي. وانا شخص بحب اعمل كده بس عمري ما بكتب. انا مش شخص نوت تيكر او كده، انا بفتكر يعني. بفتكر كويس قوي عشان ما باخدش نوتس فبفتكر، وبعدين برجع اسكريبل الحاجه بالليل. بس وانا قاعد مع حد بحب ابقى انجيجد مش قاعد بكتب. فدارين عملت حاجه من سنتين او 3 سنين بنجددها كل سنه، حاجه فيري بيرسونال. بنعمل فيجن بورد كل سنه وبنقعد مع بعض ونطبع صور ونحط الحاجه على الفيجن بورد. سبحان الله، مع ان بنعمل فيجن بورد ده وبنساه، حاطينه جنب الثلاجه في البيت، ما بيطلعش في الكونتنت، في حته كده مستخبيه يعني. الحوار بتاع الفيجن بورد ده احنا كل سنه الحمد لله كل حاجه على الفيجن بورد احنا حطيناها بتتحقق. انا ما اعرفش ده بيحصل ازاي، انا قلت لها ده سحر اصلا، حاسس في حاجه غلط والله. بس كل يمكن عشان انا برضو بنحط حاجات برضو اتشيفبل. بس كل سنه بقيت انا دلوقتي خلاص بقول لدارين في اول سنه يلا هنعمل ايه في الفيجن بورد، يلا انا جاهز. عشان الموضوع اثبت نجاحه. يمكن عشان هو بيخليك فوكس على حاجات معينه فبتشتغل. انا اول مره السنه دي اجرب موضوع الفيجن بورد ده وابيرنتلي ات داز ورك يعني. انا منبهر. انا منبهر يعني. لو انت مش عارف فيجن بورد اعمل فيجن بورد عشان واضح ان يعني اسمع الكلام. طب سبيكينج اوف دارين، شايف دارين بتسبورت يو ازاي از ا بزنس اونر؟ لا هقول لك حاجه، احنا اول ما بدانا الشركه كان اكشلي لحد من سنه احنا البيزنس كان كهيد كاونت صغير جدا. فكان يعني انا وحموده شريكي وعندنا الاوبريشنز تيم بتاعنا كبير جدا. عندنا اوبريشنز تيم كبير قوي، احنا بنهتم بالكاستمر سيرفيس قوي، فعندنا ناس جيش هنا في الحته دي. عندنا الماركتنج تيم ات سام بوينت كان عباره عن دارين. ده مش بيشتغل معانا. دارين قلت لك انا شفت ده بعيني، وان مان ماركتنج ديبارتمنت. دارين بتلاقيه متسوح، مش عارف الاقي جرافيك ديزاينر يعمل لي حاجه، مش لاقي فوتوغرافر يعمل لي حاجه. دارين تستبن تعملها اللي هو اميزنجلي. السيلز ما شاء الله. عمري ما طلبت منها حاجه، هي بتسمعني بتكلم على التليفون وهي بتبص لي كده تقول لي انا بعمل لك الديزاين اللي انت عايزه. انا بقول لك انا هنزل بكره اصور الريل اللي انت عايز تصورها. انت محتاج حاجه على الويب سايت هعملها لك من نفسها. فهي كانت باي فور اور بيجست سبورتر من دي 1 من غير اي حاجه يعني. يعني ات سام بوينت هي كانت ديزاينر، جرافيك ديزاينر، كونتنت كريتور، كونسلتنت في الشغل. ده غير ان هي مراتي يعني ده كان الحاجات دي كلها، وبعدين مراتي. تحفه ما شاء الله. طيب يلا هديك بقى اخر بونus questions في البريزنت. What excites you most about the future of Haxel and new product lines, collaborations or expansion؟ لا حاسس مش new product lines، بحس ان product development. يعني احنا لما بدأنا الشركة احنا عملنا 3 منتجات بجد اما ابص عليهم دلوقتي انا مش مصدق ان في بني ادم اشترى المنتج ده. والله العظيم يعني انا مش عارف، انا البني ادم ده انا مش عارف هو ازاي راضي عن المنتج اللي راح له ده الكلام ده من 5 سنين. انا لو المنتج ده جاي لي انا كحسين انا مش انا هكلم الشركه همسخرهم. فان انا اشوف احنا وصلنا كنا فين والبرودكتس بتاعتنا بقت فين لدرجه دلوقتي ساعات انا بحس اما امسك احنا عملنا ده ازاي. او ممكن ساعات من كتر ما انت بتتسحل بتنسى ان اكشلي ايه ده احنا عاملين حاجات حلوه.
فانا اكسايتد جدا اشوف احنا مثلا هنعرف نوصل بقى لايه في المستقبل. طبعا في اكسبانشن بس الليفل بتاع البرودكتس هنعرف نوصله لليفل ايه. وكمان اكتر حاجه برضه بتبسطني الفيدباك. يعني مفيش حاجه بتبسطني اكتر من حد يدينا فيدباك حلو. فده اكتر حاجه بجد اكسايتد عليها. لو جالك acquisition opportunity تقبلها؟ لا. شايف هاكسل حاجه لونج تيرم في حياتك؟ اوكي. يعني ما هو acquisition opportunity يعني خلاص مش هشتغل في هاكسل، حد هيكمل المشوار بتاعها. يعني لو حد هيعمل ربنا معاه. يعني ما اتمناش اللي بيحصل لنا كشغل على حد تاني، ده اول حاجه. بس لا، حاسس ان احنا حطينا effort كبيره قوي في الشركه دي. دايما عايزين نكون بارت من الشركه دي. فما اقدرش اتخيل دلوقتي ان انا ابقى حد بيأكواير. هسألك اخر سؤال، لو في one staple product في هاكسل ما تستغناش عنه، اي حد يتفرج على البودكاست دلوقتي لازم يخلص ويشتريه. شورت كولد يعني. اوكي. كولد شورت. انا بلبس، انا عندي مثلا 9 شورتات، واصحابي كلهم وكل شلتي احنا بنقعد نتريق على الموضوع ده. احنا بننزل ساعات كلنا مثلا نتمرن كلنا لابسين شورتات هاكسل. اوكي. هم شارينها من ورايا. اوكي. وبيقعدوا يعملوا اوردرات بفيك نيمز وحاجات كده عشان انا ما القطهاش، عشان بتضايق ما يشتروا. بس ده كولاد. كبنات بحس السيملس لاجينجز 100%. اوكي. اكشلي برودكت حلو قوي. اوكي. اكشلي برودكت حلو قوي يعني من دي 1 مبسوط ان احنا عملنا البرودكت ده يعني. ثانك يو حسين، والله الناس شفنا ساعات منك جديد خالص. والله انا الشرف ليا، ما تخيلتش ايفر ان انا هكون قاعد في بودكاست وبتاع وبزنس كان نفسي ارتجل قصه مسليه عن كده. لا بالعكس، قصه مسليه قوي. بس لا، انبسطت قوي يعني. انا كمان. ثانك يو سو ماتش. عليك.